نتيجة المسابقة اللي عاملها الأستاذ محمد رمضان. تعلن أنا الموقرة بمخالفة أحد الفريقين للدستور وإعلانها النتيجة مسبقا. لا احنا معانا اللجنة، ولذا تنظر اللجنة الصورات المقدمة معانا محمد رمضان. انتوا بتحللوها على مزاجكم يا رمضان. انتوا دلوقتي على التحرير وتطلعوا دلوقتي بقى يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة انتوا عملنا امام الله. يا قضاة يا قضاة انتوا عملنا امام الله. واحد اثنين اعضاء المصرفين ومنع عن تجنب مشاكل او حدوث فوضى. اللجنة العليا هتعلن النتيجة حالا. اللجنة العليا تفضل اللجنة العليا يا شباب. تعلن اللجنة العليا الانتخابات الرئاسة انتخابات انتخابات الاتوبيس عن اعلان النتيجة عصر اليوم. اللجنة العليا مالها عاملة واضحة يا جماعة. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم محمد رمضان. هتعلن نتيجة الأتوبيس حالا نظرا لتجنب مشاكل. يمكن التلفزيون المصري الآن والقنوات الفضائية إعلان النتيجة. يجلس على المنصة المستشار هيثم حسنين رئيس محكمة الاستئناف العليا، ويجاوره سيادة المستشار محمد مصباح. ايوه هو اللي شايفه هناك اهو. اوعى تصور يا محمد ابو صلاح. تعلن المسعود القاضي الاعلى لمحكمة القضاء محمد رمضان. وتتداول اللجنة الان. يبقى كده فعلا اللجنة فيها فلوس لان تتابع النتيجة. فصارت النتيجة على الأستاذ المستشار هيثم حسنين، ثم يمررها بأخيه المستشار محمد مصباح، ثم تمر على أخيه المستشار محمد رمضان، يمررها بعد ذلك ويعلنها نتيجة الأتوبيس. مش ماشيين قاعدين ومكملين. احنا قاعدين ومكملين. صار عليهم خايفين من رمضان. محمد رمضان هو انا سيد الرحيم مش لم الحضاره اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت ما قلتش حاجه. تتداول اوعى بفرق 3 مليون. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعلن اللجنة العليا لانتخابات الولايات بدءا من عملها ب21/6/2011 مرورا بتلك هذه الأيام أنها تعرضت لأزمة واتهامات كثيرة من كلتا الفريقين، وقد اتهمنا بالتزوير مرارا وتكرارا، واتهمنا أننا ننتمي لمؤسسات فاسدة، ولكن نؤمن نحن القضاة الشرفاء نتيجة الكتبين وسنعرض عليكم 400 طعن المقدمة من الفريقين. طعن مقدم من الفريق الأول بأنه عنده أفراد كانوا لا يستطيعون الإدلاء واضح في الانتخابات، وقد منعهم الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية انتقاما من التيار المسيحيين ومن النصارى بدعوى أنهم كفار. لذلك بهدلت الدنيا يا ابني. أجرينا تحقيقا في هذه الواقعة، وقد تبين الآن أن الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية أثناء الانتخابات كانوا يأكلون ويتعشون وينامون ولم يصدر منهم أي شيء. الله أكبر. وحتى عندما جئنا لنتكلم عن الطعون بالأوراق وبالمستندات هجمنا هجوما شديدا شنيعا وهجوما عنيفا من الجبهة الرئيسية عن دار الدولة عليها على أساس الإنسان التحرير اللجنة الرئاسية بتتمطل في إعلان بناء عليه عاوزين هو تبع مين؟ ما تخلص عنك الثاني المقدم من الفريق الثاني هي جوائز وبتتأخر عندنا. ايوه المقدم من الفريق الثاني ضد الفريق الاول ان الفريق الاول كان لا يأخذ بأمر الشورى بالإجابة على الأسئلة، وقد أعلنت اللجنة خصم 30% من نتيجته لأنه لا ينفذ أمر الشورى الذي تعلمناه. أما الطعن الثالث الطعن الثالث لا لسه في الثالث انت هتوصل 400 يا عم يا عم اطلع النتيجة على طول. نتيجة الطعن الثالث بناء على طلب أحد المرشحين الذي قدم الطعن، والطعن كان لصالحه لكنه وحيلات الطعن وتنقل الإجابات على باقي الطعون إلى وسط التقهلية وسط الثلثة ينقلها لكم المستشار محمد مصباح. بس يا سيادة المستشار انا معترض علشان الجوائز انا حاسس انها بتخف شوية. لما حسيتهم ضمن لك طلع كفر. انا قلبي حاسس ان مفيش جوائز اصلا. يا مصباح يا مصباح انت عملنا في حسن ده اهو. المستشار حديث سيادة المستشار
بيقول لك شغال يا شيخ المستشار عايزين نكمل المسألة من الإخوان. أيوة الإخوان طلع موبايلك أحط السكة مش حلو حكم المحكمة الدستورية عايز يا شباب الاختبار كان عبارة عن 33 سؤال، كل فريق أخذ 40 سؤال منهم. لا يا أخي عدد الإجابات الصحيحة للفريق الأول 65 إجابة صحيحة. عدد الإجابات الخاطئة لنفس الفريق برضه 65 إجابة خاطئة. الفريق الثاني الفريق الثاني اللي هم الأفكار اللي قدام دول. عدد الإجابات الصحيحة 65 إجابة صحيحة. 65 إجابة خاطئة. عدد الأصوات الباطلة 3614 سؤال. تعملها انت محافظ وعليه بحق الله النتيجة تعلن بعد 65 يوم. هو كله 65 وتنقل إلى الوينج اليمين لسيادة المستشار هيثم حسنين لإعلان الفائز. انا تصور الاول بس تصور ما ترضوش قولوا قدامنا قولوا قدامنا محمد فين السلاح يا شيخ محمد اسقط ذات العار يلا ايه اهو انا كنت ممكن انا بالنسبه لايه اللي هيجي على معاه اقعد يا حبيبي اقعد بس خليوان اللجنة العليا للانتخابات تعلن اللجنة العليا للانتخابات بحصول الفريق الأول على 48 احنا معانا الطعام الفريق الاول معانا المحاضر وبناء عليه الفريق الفائز هيرشح عضو او ممثل عنه هيسأل اسئله الصراحه وبناء على اسئله الصراحه يقيمها ويمشي على سهله وهيسلمه الجيش كلنا بنحييه. السؤال الاول هرجاله بركبه الصراحه للاستاذ احمد عطله بكل صدق وامانه. لا يا عم كان معاهم احنا كسبانين.
هنسأله عن اسمه رفاعي. رفاعي اشرف الجمال محمد علي. احنا بنقول بكل صدق وامان عايزين الاسئله دي اسمها اسئله الصراحه. الاسم اسم الاستاذ احمد الخماسي. شوف احمد محمد الاستاذ احمد محمد عطا. طاقة ورد لمن تهديها؟ طاقة ورد عبد الرحمن. عبد الرحمن من حي الاستاذ احمد عطا. طاقة بأداء الاعز فريق الفلول ما بتاعها. طاقة شوكة لك بكل أمانة فدولها فلول برافو كل حاجة تزحف. وأول فيل أخويا أسوأ خبر سمعته هذا العام اللي هو جاي معنا العام وصف حد لا بأمانة وصف حد لا بأمانة أسوأ خبر سمعته هذا العام. أي حد عايز يسأل الأسئلة ويجب على الصراحة بقى الأستاذ أحمد ممكن نديله فرصة. خبر والله اللي انت بتقول عليه قول معروف من اول قول ما تكذبش عادي. صدمة خدها في واحد كنت مأمنه وهو خد الأمانة. صدمة في شخص كان عزيز عادية وكان الأمانة جميلة والله مفيش حد لك ده مثلا لا أسوأ خبر أجمل خبر سمعته هذا. نجاح محمد مرسي. هو الخبر أجمل خبر كان إيه لما الإخوان المسلمين رشحوا محمد مرسي. أنا كنت من الناس اللي عكس كل الناس اتبسطت قوي لأنه كنت حاسس إن كان في مؤامرة على الإسلاميين ككل. كان يهمل المجموع غير الإسلامي ككل. فكان الوحيد الحد الوحيد اللي قدر على إنه يرشح حد ويقف وراه هو الإخوان المسلمين. سعدت لما رشحوا خيرت الشاطر وفرحت لما رشحوا محمد مرسي. زعلت لما رشحوا خيرت الشاطر لأنهم رجعوا في كلامهم اللي كانوا قاعدين الناس فيه. وفرحت لما رشحوا محمد مرسي لأن حسيت إن هو الضمانة الوحيدة حصة الخبر فعلا اللي كنت بتخطط له فرحا وكنت بتنقل ما بين التلفزيون والنت كان فضل محمد مرسي. وكنت في البيت لوحدي وكنت فتقوم يا أخي جميل ومقنع وما شاء الله عليه يعني يعني اللي ياكل الكفتة هو لوحده ولا احنا كلنا؟ أشبككم شخص عزيز عليك لا ترفض له طلبا. أي حد عزيز عليه بطل جميل برافو ما هي التجربة التي تتمنى تكرارها؟ مش التجربة الدنماركية. ما أكثر السنة للتجربة أتمنى إن مصر تحقق التجربة التركية بالنكهة المصرية. يعني هو توأم حياتك. حياتي؟ لا ناس كتير بحبها. انا بحدد شخص توأم حياتك اللي ما يقولش مرفوض ابدا اللي هو دايما مقرب اليه. صديقك الفلوس السندوتش واحد قاعد يقول لك خلاص ده مش مهم. ولك سندوتش الكفته اللي جنبي. هو اكثر شيء تخشاه. الموت مع سوء القاتل. بارك الله فيك. برافو. ما اكثر شيء يشعرك بالحرج تحس ان انت انا كتير في الاحيان ما ببقاش محرج خاصة لو معايا
اما اخرج لما اكون انا فعلا قصرت او ما قمتش باللي عليا بشكل لو ما قصرتش محمد دخل الخدمة يا محمد الجدع يا عم الجدع لو ما قصرتش ما بتحرجش يسقط حكم العصر حمامة تاجر وقفت على نافذة بتحمل لك رسالة من مجهول فمن تتمنى أن تكون فأنت تكون الرسالة دي فيها إيه؟ أو تكون من مين؟ رسالة من مين؟ في إجابات نموذجية وفي إجابات أجب على اللي في دماغك ماليش دعوة بالواقع الحالي السياسي اللي احنا عايشينه نتمنى من مشايخ أفاضل أو ناس معروفين إعلاميا ولا يجيدوا الحديث ولا التعبير عن الفكرة الإسلامية بشكل صحيح أن يضبطوا جمعيات كتير بتتكلم في الفكرة الإسلامية وما يعرفوش أبعاد القضية وبيسيبوا أكثر ما بيسيبوا يسقط حكم العصر بيبقى الكلام معاها لأنه كل تيار إسلامي بيحصل التفاوض ده عشان يتكلم أكثر من مناطق الموضوع ولكن الناس بتبقى إلينا تفضل على يعني هو عنده خلص مثلا في الظهور مش شرط يكون عنده مش شرط يكون حكم الظهور أحيانا بيكون واقع في الناس أحيانا يكون واقع في الناس أحيانا هو يكون مع الظهور يعني في أسباب ومنهم مشايخ منهم مشايخ ممكن أسرامة تأثير برضه عمال نظرا لضغط الوقت عشان استنى بس اعتراض اشمعنى ساعة اعلان النتيجة تقعدوا تمطوا وساعات الأسئلة ويجردوها ويكشفوها وساعة ضابط الفريق الغلبان تبقوا عايزين توصلوا الموضوع يسقط حكم العسكر ربنا يكفينا شر الجريمة والعياذ بالله. ولكن انا هسأل سؤال هو قد يكون يعني ايه بعيد عن فكرة احمد عطا وخاصة انه راجل يعني راجل سلمي. هسأله سؤال غريب شوية. جريمة تتمنى ارتكابها وخاصة في هذه الايام. بعد اذنك اجاوب عنها بعد اذنك عنها. اجاوب انت من الناس اللي انا كنت بتكلم عنهم. انا عايز اكل توفيق وكاسة والبنت اللي معاها. لا انا عارف حلوة يا عم كده انا عارف حلوة انا ليه جريمة بس هو انا عايز الجريمة اللي هو صراحة انا عايز اكل كلام لانهم ما بفصوني. الجريمة اللي انا عاوز ارتكبها هو ان انا احط ايدي في جيب الاخ هيثم بعد ما يلم الفلوس منك واخدها كده. برافو. سؤال اخير اخر سؤال. انا معاك يا ريس. فرشاه معاك فرشة والوان والظهر نظيف وعايز ترسم عليه صورة هترسم عليه ايه؟ هترسم عليه ايه؟ وتكملت السؤال وماذا أزلت تحت الصورة؟ رسمت صورة وهتكتب تحتها شعار أو أي حاجة. وانت تحت أسرة لازم انا اظن اسرائيلي وعايز يقتل كده ويخرج. اعتبر نفسك في التحرير ولسه عارف الأحداث وإنما في حيطة فاضية جميلة بيضة كده ومعاك والله انا حسمت من الاولويات الخمسة للدكتور محمد مرسي اولوية مهمة جدا وهي اولوية الحيطة فاضية. الأستاذ أحمد عطا وسؤاله أسئلة بصراحة سئل اللجنة تغريب الأستاذ أحمد عطا 10 جنيهات.
اللجنة القضائية